بسم الله الرحمن الرحيم. جماعه انا عايز اسال سؤال واحد بس يا جماعه بعد اذنكم، يعني انا لا هقول لك بقى لايك ولا شير ولا خرا ولا اي حاجه. لان اللي حصل بعد ماتش الاهلي ده بقى يعني انا ما اعرفش. انا جاي اسال سؤال واحد، هو ده عادي؟ بجد والله يعني اللي بيحصل مع الاهلي ده، اللي بيحصل في ماتشات الاهلي ده اصلا طبيعي يعني؟ ايزي؟ ده تمام المفروض ان انا اخد عليه انا كراجل منافس دلوقتي؟ او يا عم المفروض اني بنافسك؟ تمام تمام. قبل اي حاجه سقفه كده لفرقه سيراميكا، سقفه كده لعلي ماهر، عملوا كل حاجه. بالمناسبه الاهلي ما جاش النهارده يا جماعه، يعني الاهلي ما راحش استاد المباراه، ما راحش، قسما بالله ما راح. الاهلي في 90 دقيقه بكل نجومه ما شاطش الا شوطين على الجون. الكره بتاعت اشرف بن شرقي الجون اللي هي الوانتو بتاع امام عاشور، والكره بتاعت اشرف بن شرقي اللي هي براسه جنب العارضه. بس هات لي كره تانية قول لي لا ده شوط على بسام واحده تانية، والله ما في 90 دقيقه. طاهر محمد طاهر ما جاش، اشرف بن شرقي ما جاش الا في لقطه، امام نايم طول الماتش، وبقيه الفرقه بتدافع. وده ياخدنا على سؤال، سيراميكا غلط في ايه عشان ما يكسبش النهارده؟ يعني الطبيعي لو مثلا شلت الاهلي ده وسيراميكا بتلعب مثلا بتروجيت هتنفخ، هتديها 4-5 بالاداء ده. انا اقسم بالله ما اعرف، انا بسال والله بسال بجد. ايه بقى؟ ايه امتى بقى امتى تخسر؟ لما تبقى خرا كده ووحش كده ومفيش كده والفرقه التانيه دايسه عليك في كل حاجه، تقسيم، استحواذ، تحرك بين الخطوط، كل حاجه سيراميكا بتعملها صح. علي ماهر بيعمل كل حاجه صح والكره مش راضيه تخش الجول. يعني انا في كام لعيب كده بالاسم بقى، ايه محمد رضا بوبو ده؟ والله العظيم بيراميدز دي سابته ازاي؟ ده الولد بياخد الكرة ويعدي مروان عطية ويعدي كوكا ويعدي وطق طق، ايه ده؟ والله ايه ده؟ اقسم بالله ايه؟ يعني انا كندوسي كان لعيب سوبر بالنسبه لي، لا اللي بوبو بيعمله ده زي اللي كندوسي كان بيعمله بالظبط. ماسك كوره يا جماعه، الكوره لازقه في رجله ما بتتقطعش. ايه احمد بالحاج ده احنا سيبناه ازاي؟ الزمالك سابه ازاي؟ يعني انت سايب احمد بالحاج مشيت احمد بالحاج وسايب لي دونجا؟ انا مش فاهم اقسم بالله. انا بشوف تشكيله بيراميدز دلوقتي لقيت دونجا في التشكيل كنت هفلق دماغي في الحيطه قسما بالله. فاهم حاجه؟ بلعب اقوى فرقه في الدوري وبلعبها بدونجا، يعني ما علينا عشان ما نغيرش الموضوع. ايه يا جماعه ده احمد بالحاج مدي ثرو. سيبك من الثرو دلوقتي، ايه اللي احمد بالحاج عمله في الماتش ده؟ ما بصاش بصه غلط يا جماعه. ايه رمضان بيكهام المدافع ده؟ ادى كوبري لوسام ابو علي عند جونهم، يعني لو اتقطع الجون مش ممكن. فاهم قصدي؟ ايه زلاكا ده؟ زلاكا ده مسك اكرم توفيق لحسه النجيله النهارده، كل كره يعدي وكل كره، لدرجه ان طبعا حكم المباراه محمد بسيوني ده ما جاش النهارده، ما جاش يعني انت في واحده قسما بالله زلاكا النهارده انت خرجته من الاسلام. كل كره التحام فاول ليه ما حسبتلوش واحده يا راجل. اقول لك انه مالت ليه؟ لا تحسبني جاي على الاهلي يعني. وسام ابو علي راح مع رجب نبيل عند الكورنر، الكافر رايح عامل كده، رجب نبيل رايح عامل كده كده ما لمس وسام ابو علي عشان عارف انه لو اتلمس هيقع هياخد فاول. وسام ابو علي بيديها بكعبه وقام واقع مديها له فاول. حلو كده؟ حلو. الاهلاويه زعلت دلوقتي ان انا قلت الحق. طب تعالى يا عم الحاج، واحده في نص الملعب وسام ابو علي رايح انفراد وعدى الكره نتاشها، قام رجب نبيل رايح مريح عليه بكتفه كده وزقه وعمل له اعتراض. دي فاول، دي اللي فاول وانذار، ما حسبهاش، ما حسبهاش. ده انت مش فاهم انت يا حبيبي، انت فاهم مبدأ تحت الفرصه وان انت تدي فرصه الالتحامات غلط، ده غلط، ده مش في الكوره مبدئيا يعني. فالحكم ملط. غير الحكم بقى ايه الحظ يا جماعه ده؟ طبعا الله اكبر الله اكبر، يعني الاذان هنقوم نصلي دلوقتي، بس ايه الحظ؟ ايه الحظ ده؟ انا مش مصدق اقسم بالله، اقسم بالله ما مصدق. اذان يخلص ونيجي نكمل يا جماعه. المهم عشان اكمل لك بس حظ اسمهم ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، انا متضايق قوي اقسم بالله متضايق قوي. عشان اكمل لك بقى حظ الاهلي. اصل لما اجي اقول لك الاهلي ده فرقه محظوظه، الناس اصحابي يعني انت بتقول ايه؟ لا ده احنا مجتهدين، مجتهدين فين يا عم؟ يعني انا عايز افهم حاجه معلش يعني. الكره بتاعت بالحاج اللي اداها ثرو وسط ثلاثه ضاغطين عليه، بص بطرف عينه كده طق، قام اداها لبوبو، انا وهي بتتباص قلت هتتقطع من بوبو، قام معدي قام اداها لفخر لقاي. فخر لقاي اللي بالمناسبه
عامل ماتش. انا مش فاهم بيراميدز ازاي تسيب مهاجم زي ده يا جماعه. اقسم بالله مهاجم بيستلم بضغط، لو 6 ضاغطين عليه بياخدها بكعبه، ومهاري وبيعرف يعدي، مهاجم محطه، بيباصي، بيقسم، سريع، بيعمل كل حاجه في الكوره، ومهاجم هداف كمان. يعني محطه هتلاقيه، يقسم مع الناس هتلاقيه، بيباصي ويستلم ويلعب تيك تاك هتلاقيه، بيعمل كل حاجه. لقاي ده، في حين ان انا عندي الجزيري، استاذ جزيري اتفرج على المهاجمين بيلعبوا ازاي. المهم نرجع للموضوع. بوبو قام معدي بالشمال طق، خلاص مش محتاج كوره، جون الكوره بقى. راح اصلا انا بحتفل يعني، انت فين طيب؟ فخر لقاي بطن رجلك، حط يا راجل، سقف، اعمل، الموضوع خلص 1-1، الموضوع خلصان يعني. لا فخر لقاي حب بقى، افتكر قال لك ايه، انا مش فخر لقاي، انا رونالدينو. قام رايح واخدها كده ببطن رجله، قام عامل من العش يعني ايه، اتيليه العش للمفروشات، طخ، قام واخد المعلم كده ايه، رميه 2 متر على الارض. الزقه التانيه دي مالها بقى؟ الفرشه التانيه دي ليه يا معلم؟ ما هو انت فرشته خلاص، عرفنا انك كبير ونجم وعالمي وكل حاجه، بطن رجلك ولا في وش رجلك وفي سقف الجون، خلص الدنيا. لا، ام عامل القرار الوحيد اللي ما ينفعش يتعمل، ام ساندها الاسلام عيسى، خلاص اتقفلت، الشناوي طلع صدها. ادي واحده. الثانيه، محمد شكري اللي ما جاش النهارده، لا دفاعيا ولا هجوميا. خد بالك محمد شكري ده بان دفاعيا كويس عشان طاهر مالط النهارده، مش عشان هو كويس يعني. محمد شكري مش لاحق ياخد نفسه. ما اعرفش علي مهلي ازاي ما خدش باله من الحته دي، ممكن يبقى ما عندوش بديل ليه، مع ان حسين السيد قاعد بره يعني. المهم عشان ما اطولش، واحده باليمين، هو عمل عرضيتين، الاثنين اجوان، قسما بالله الاثنين اجوان. عمل واحده بالشمال كده ولا من اليمين، بوم، من ناحيه عرضيه، فخر الخيم متحرك، زلاكا قاطع، 3 من سيراميكا، تفهمش العش، انا الضربه المجديه، وقام طاير شايلها برجله قبل الثلاثه. انت بتعمل ايه يا عم؟ انا عايز اعرف العش وياسر ده قلبه راموس وبيقول مثلا حاجه كده. العش كل كره مشتركه مع اي حد، هو مش شاف حد في الدنيا ياخدها ويسلمها وما بيشتتش. نيجي للكره الاخيره بقى، واحده لشكري في الدقيقه 95، جول بقى، يعني زي ما بيحصل معانا يحصل معاهم يا جماعه. مره في الدقيقه 95 عرضيه احمد بالحاج من نوادر، قام قالش بالشمال، جات له تحت رجله اليمين بكعب قوي، حلوه بقى مروان عثمان، حط بقى، ما تفهمش ياسر طلع من ايه. اقسم بالله انا قمت من على السرير كده، يعني كنت عايز جول، يلا ابعد. لقيت ياسر ابراهيم طلع من الارض، حرفيا طلع من الارض كده، قام شايل الكوره وكسبوا الماتش، والماتش عدى. انا دلوقتي انت معلش يعني، انا دلوقتي اتحطيت، انا راجل بشجع الزمالك، قايم اتفرج حاليا على ماتش ايه، الزمالك وبيراميدز. اشجع مين بقى؟ والله بتكلم جد، انا عمري ما هعرف اشجع فرقه قصاد الزمالك ايا كانت، فهشجع الزمالك. ورقه وقلم، الزمالك لو كسب النهارده ب 44 نقطه وبيراميدز 47، يعني بيراميدز لو خسرت لها ماتش واحد كمان انا اروح دوري الابطال. يعني انا ستيل عندي فرصه في دوري الابطال، خد بالك بعيده بس عندي على الورق عندي. حلو الكلام. طب ده لو حصل الاهلي خد الدوري خلاص انساها بقى. يعني انا لو كسبت بيراميدز النهارده الاهلي خد الدوري، الموضوع خلص اكلينيكيا بقى، انتهى يعني، فاهم قصدي؟ طب بيراميدز كسب، الموضوع مكمل لحد ماتش البنك، اما نشوف البنك هيعمل ايه. فهمت دماغي؟ فانا مش عارف، اقسم بالله بجد ما بهزر، اشجع مين؟ قول لي بقى، حد يقول لي اشجع مين؟ مش عارف. عارف اللي يجلط ايه؟ عشان انهي بقى خالص، اللي يجلط بقى، الزمالك بقى له 4 ماتشات مش عارف يكسب، يوم جاي كسبان الفرقه الوحيده اللي ما ينفعش يكسبها على الاقل الموسم ده، بيراميدز، يوم جاي كسبانها، خلاص ضيعت الدوري، تمام، اكسب بقى اخر ماتشين عشان تروح دوري الابطال. لا، يوم بيراميدز خسران ومديك فرصه تروح دوري الابطال، تقوم انت خسران الماتشين. انت فهمت؟ انت فهمت احنا واصلين لفين بقى؟ انت فهمت احنا الموضوع ممكن يوصل لفين؟ خلاص بقى اي حد انا يعني فاهم حاجه، اللي هو يعني يبقى انت وصلت لك فكرتي، تمام؟ هنشوف بقى ايه اللي هيحصل. يعني اقول لك على حاجه، عايزين 100,000 ديسلايك على الفيديو ده.